السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناتكم قناة بغيت نصلح داري. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كنعتذروا بزاف على التاخير هذا، مبقيناش كنلحقكم فيديوهات بزاف، ولكن الاشغال راه مستمره وعندنا الخدمه الحمد لله بزاف. وبحكم داك الضغط ديال الخدمه والله العظيم ما كنساليو حتى باش نصوروا، وباش تقيل حاضر التليفون وكتصور ما غاديش تراقب بشحال من حاجه. فلهذا حنا كنعطيو الاولويه للخدمه، ولاني راه ان شاء الله فين ما غتجيني شي وقيته عن اصلا شي خدمات قربوا يساليو غادي نشارك معكم وغنقول لكم التكلفات ديالهم، وغنقول لكم كل وحده بشحال تقامت. فكما كتشوفوا هذا منزل اير بليس 2 اللي خدمنا في مدينه سالا، كما كتشوفوا اللي في التجهيز ديال مولاي عبد الله. فراه هو هذا في سوق ديال سفيكا، سوق الحد بوقنادل. الناس ديال سلا راه كيعرفوه. كما كتشوفوا التجهيز راه باقي جديد، فالحمد لله اللهم بارك. الناس خدامه كلشي كيبني، يعني واحد الموقع اللي عنده مستقبلا. انا كنصحكم سيتو اللي عنده الفلوس ياخذها تجاريه، لان داك الطراجي كامل غادي يكون ان شاء الله مستقبلا عنده قيمه، لا من ناحيه ديال الكرا، لا من ناحيه ديال الكراجات، لا من ناحيه ديال التجاره. فهذه نصيحة من عندكم، من عند خوكم طارق. فكما تشوفوا الحمد لله المنزل راه وقفناه ساليناه، دابا رحنا بادين في المرطوب على برا، وان شاء الله راه غادي يدوز التريسي، يعني دوز التيوات ديالو، دوز تا بلومبيج والقوادس ديالها، وغادي يركبوا الكوادر ان شاء الله، وغادي يدوز المرطوب. مي ابخي ان شاء الله غادي يكون الفينيسيون. فكما كتشوفوا هذا منزل اير بليس 2. فالتكلفة ديالو باش خديناه ب1100 درهم المتر كاري، لأن ما كاينش فيه لا شارج بزاف وما فيهش الحديد بزاف على حساب البلون، حيت هو الثمن غادي نعطيكم باش ما تبقاوش تحمقوا راسكم، ما تبقاوش تسولوا بزاف. كاين اللي كيشد بلا سلعة من 300 حتى ل 350 درهم، هذا الثمن ديال المتر كاري بلا سلعة. عندك بالسلعة كتتراوح من بين 1100 حتى ل 1200 درهم المتر كاري. هذه هي الأثمنة اللي كاينة. كاين شي وحدين كيقلبوا على الرخا، ما ننصحكش يا اخي، لان راه كون ما كتزيد تقلب على الرخا، كون ما كتقلب على طاشرون، اول حاجه كيكون العود عنده واكل العصا ديجا خدم به بزاف، ما غيمكنش يمشي يشري لك عود وبدا يقطع لك العبارات اللي عندك في البلونتا، ما غيمكنش، لان ما غاديش تسلكو. اليد العامله غاليه، ولا غيخدم الناس حرايفيه وناس ما محتاجاش انك تبقى حاضي معاها، فراه كتخلص مزيان. فهاد السيد هذا كيعيش على برا، تكلفنا ليه بهذا المنزل، درنا معاه تكلفه ديال 1100 درهم المتر كاري. فكما كتشوفوا اللهم بارك، راه دابا حنا واقفين على المرطوب ان شاء الله، والتريسيان او البلومبي ان شاء الله صافي، الدار غادي تكون واقفه على الفينيسيون. فكما كتشوفوا بشحال من حاجه حنا كنداركوها في البني قبل الفينيسيون، كنضربوا لها الحساب. من بعد ان شاء الله ملي غادي تسالي بالمرطوب وغادي تكون الدار كحله، غادي نشاركها معكم ان شاء الله، ونقول لكم التفاصيل ونوريكم البقعه والبلان شنو فيها وشنو زدنا حنا وشنو نقصنا، ونشارك معكم حتى التكلفه الاجماليه ديالها بشحال باش تقامت عندنا. حاليا راه حنا غاديين مزيان الحمد لله. من بعد ان شاء الله غادي نعطيكم التكلفه، واخا هي راه التكلفه باينه. عندك الطبله الاولى مثلا تفاهمنا على 1100، الطبله الاولى كيكون نص الثمن، باش تكون هذه المعلومه عندكم، كتحسب بنص الثمن. مثلا 1100 غتحسبها ب 11000 ريال المتر كاري. منين كتطلع البرومي والدوزيام والطروازيام وانت غادي، ديك الساعات كيرجع الثمن ديال 1100، ما كيبقاش نص نص، غير في الطبله في الطاله الاولى. فدونك انت المتر كاري عندك 80 راه كضربها في المتر كاري اللي عند مثلا 80، كضربها في 1100 راه كتعطيك المتر كاري شحال عندك، وكتعطيك شحال جات. دونك راه كلشي مفهوم. وانا اللي ننصحكم كما كنصحكم ديما، الحمد لله حنا كما كنقول لكم اللي تاق فينا راه كنخدموا معاه ونيتو ما كتخيبوش. اللي نقول لكم ما تشطروش بزاف، ما تشطروش بزاف، لان علاش؟ الا تشطرتي على واحد 50 درهم زايده ولا 100 درهم غتجي تحسب غتلقى واحد 10000 ولا 15000 درهم. الا طحتي في ايادي غير امنه، قول بالله هو لا باز، فدونك يقدر يخسرك في السلعه، يقدر يخسرك في خدمتك، وتصدق خاسر القيمه الاجماليه ديال المنزل كامل، وفي الفينيسيو غتزيد تكونسومي بزاف.
فلهذا كنصحكم خوتي انه لك على 50 درهم ولا 100 درهم ما تشطرش عليها. بسلامة.